أحمد عصيد في حالة تسلل، في حالة تسلل، في حالة تسلل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أحمد عصيد أحد كبار مشعوذي الإلحاد في المغرب المتطرفين، رجل لا يؤمن بالبعث ولا باليوم الآخر على طريقة أتباع الديانة الزندقية. الميتافيزيقا يعني في الأمور التي لا يوجد فيها جواب نهائي عند الإنسان، وهي ماذا بعد الموت. علماني لا يقبل أن يكون هناك حكم شرعي في أمر متعلق بالسياسة والثقافة والفن والمجتمع. يرى أنه لا محل للشريعة الإسلامية فيما يسميه هو الدولة الحديثة. خطاب التحريم في ظل الدولة الحديثة هو فتوى تشبه صوتا في الخلاء أو في واد غير ذي زرع وفارغ من البشر وحتى من الحيوانات، خلافا لما عليه المسلمون المغاربة. أحمد عصيد إذن من الأقلية الدينية في المغرب، أي أنه كما يقول اللفيف التائه طبعا أصبح مسخرة أخرى، لأنه يعني وجد في حالة تسلل، في حالة تسلل في مجال لا يفهم فيه شيئا. أحمد عصيد يقوم بدور الملهي المشغل للناس عن الأمور العظيمة الخطيرة التي تخصهم. يحاول أن يشوش ويلهي ويبعد الناس عن الأمور التي يجب أن يتحدث هو قبل غيره عنها، لكنه يراوغ بالناس وكأن أحدا يدفعه لذلك. لمصلحة من يفعل أحمد عصيد هذا؟ هذه المرة أحمد عصيد غادي يركب على كرة القدم، طبعا الحال ما يقدرش يوقف عليها لأنه غطيحه. يتحدث عن أن الفقهاء والشيوخ كما يسميهم، سبحان الله العبارة بحال اللي كيستعمل الفايد، يعني كأنهم معدن واحد، مخرجين من معمل واحد أو خدامين في شركة واحدة. الشيوخ كما يقول يحرمون كرة القدم، هكذا بالإطلاق. أول شيء، وهذا مهم جدا في هذا المقطع، يجب أن نميز ونفرق بين لاعب كرة القدم، احنا كاملين كنلعبوا كرة القدم، أنا بعدا مبقيتش كنلعبها لأنه صافي، لكن الناس يلعبون كرة القدم من عامة الناس ومن الشيوخ والعلماء أيضا، من الفنانين، من المثقفين وهكذا. فكثير من الناس يلعب كرة القدم ولا أحد يتحدث عن حرمتها. هذا أمر. الأمر الآخر هو متابعة مباريات كرة القدم، وهذه أيضا فيها جدية الأنواع، إما أن تكون هذه المباريات بين أصدقاء في الأحياء في ملاعب القرب وهكذا، وإما أن تكون مباريات ضمن دوريات عالمية أو وطنية، لأنها داخلة في واحد النظام أوسع، نظام اقتصادي وسياسي عالمي. أنا كنت عملت واحد المقطع ربما فيه بعض ما سأذكره الآن، وربما فيه أشياء أخرى، سميته كرة القدم الأرضية. ممكن ترجعوا له وتشوفوا بعض الأشياء فيه، أعتقد أنه مهم. وصل الأمر ببعض الباحثين والمثقفين، يعني ماشي الشيوخ كما كيقول أحمد عصيد لأن الرجل كذاب، أن يعتقدوا أن كرة القدم هذه التي ذكرتها النوع الثالث، يعني التي تدخل تحت النظام العالمي، اللي هي مباريات كرة القدم المصنفة في الدوريات الوطنية والعالمية، يدخلونها فيما يسمى بأفيون الشعوب، أفيون الكوكايين. ما ضربش أحمد عصيد لماذا لا يتحدث عن اللعب بالكوكايين في العالم، هذا يسكت هو عنه. أنا قلت لكم قبيلتي لعل هناك جهة ما هي التي توظفه، وبالتالي ينبغي أن يسكت عما لم يؤذن له أن يتحدث فيه. لماذا يحذر بعض المثقفين وبعض الباحثين، بعض النخبة في البلاد وفي غير البلاد، يحذرون وينبهون إلى خطورة ما موجودة في متابعة مباريات كرة القدم؟ هم يقولون إن فيها إلهاء للشعوب عن الأموال التي تسرق منهم، إلهاء للشعوب
عن مطالبتهم بحقوقهم، إلهاؤهم عن السرقة التي يقوم بها أطراف معينة لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم. لاحظ علماء الشريعة كما لاحظ المثقفون المسلمون وغير المسلمين هذه الأمور. المثقفون الذين لا يفكرون كما يفكر أحمد عصيد لاحظوا أمورا فيها ضرر ومفاسد على الفرد والمجتمع، مفاسد معتبرة في الحقيقة. من الأمور التي نلاحظها نحن في الظاهر، يعني كنشوف التعصب للفرق، يصل الأمر بالناس أحيانا إلى الخصومات، وكتشوفوا بأنه من الأمور التي ينبه عليها الناس حتى الأمنيون الآن اللي هو الشغب ديال الملاعب، وبلا ما نتكلموا على الاستغلال الاقتصادي لكرة القدم، أموال طائلة تؤخذ من جيوب المتابعين لكرة القدم. أحمد عصيد يتحدث لعبة وسعة، الجماهير الجماهير الجماهير، أن يتوجه الجمهور، تحج الجماهير الغفيرة إلى الملاعب، صراخ الجماهير وهتافهم. ذكرني هذا الكلام ديالو بسيكولوجية الجماهير لغوستاف لوبون. أنا أنصحكم بمراجعة هذا الكتاب، وقد تحدث هو عن شيء قريب مما أتحدث عنه الآن، ويشبهه كتاب آخر مهم وهو علم النفس السياسي، ويأخذ من كتاب غوستاف لوبون هذا وفيه زيادات أخرى مهمة جدا. ولذلك أقل شيء نفعله معكم أن نحيلكم إلى بعض ما ينبغي قراءته لتحصنوا أنفسكم من شعوذة الملاحدة المغاربة المتطرفين. أحمد عصيد أنا كنت قلت لكم رجل يجمع بين لؤم الكذابين وغباء المغفلين، هو كيستعمل ما يسمى بمغالطة رجل القش، لوم دو باي، يعني كي يجي ويوهم الناس على أن الفقهاء والعلماء يحرمون لاعب الكرة ثم يرد عليهم، والحقيقة ليست هكذا. الواقع هو أن النقاش فقط مركز في مشاهدة ومتابعة المباريات الدولية والوطنية التي تدخل ضمن واحد المسابقات، واللي هي كما قلت لكم سابقا تدخل في نظام عالمي اقتصادي وسياسي. هذا هو نقطة البحث، ماشي كرة القدم. كما لو أن كرة القدم ستتوقف في انتظار الفتوى، فتوقفت المباريات وأفرغت الملاعب وبقي الناس ينتظرون دار الإفتاء في مصر لتقول لنا إن كرة القدم حلال فالعبوها. يعني شيء مثير للشفقة في الواقع. أحمد عصيد لاحظوا الصورة مزيان، عنده الفتوى من موراه فيها إشارة إلى حكم المشاهدة وهو يتحدث عن حكم اللعب. بقي الناس ينتظرون دار الإفتاء في مصر لتقول لنا إن كرة القدم حلال فالعبوها فالعبوها فالعبوها. ودابا كيف غنعملوا مع أحمد عصيد؟ لؤم الكذابين وغباء المغفلين. كنا كنقولوا قبح الله الغباء، هنا شكر الله الغباء. أحمد عصيد يوهم الناس أو يحاول أن يوهم الناس لأنهم أذكياء ويتفطنون لأكاذيبه وتدليساته. يحاول أن يوهم الناس أن العلماء ما يسميهم هو الشيوخ هم الذين يتحدثون في كرة القدم، وأنا كنقصد مشاهدة ومتابعة المباريات التي تدخل ضمن الدوريات. طبعا الحل هي كما أعيد وأكرر، أنا مهم هذا الأمر هذا، التي تدخل في النظام الاقتصادي العالمي. راه كاين بعض الناس اللي يتكلموا على مافيا الفيفا، هذاك شغلهم، أنا ما نعرفش بالضبط هذه التفاصيل هذا الأمر، لكن يكفي أن بعض الناس يعتقدون على أن متابعة كرة القدم نوع من الحمق أو أنه نوع من الاستعباد، وكاين اللي يتكلم على أن هذا نوع من محاكاة ما كان عليه الإنسان القديم من متابعة الصيد والفرح به، بل بعضهم يتحدث على أن الانتماء النفسي إلى الفرق من المشجعين هو نوع من أنواع الانتماء القبلي. ألف إدواردو غاليانو واحد الكتاب جميل لطيف اسمه كرة القدم في الشمس والظل. العجيب فيه، وهذا هو الذي يثيرنا، أنه ينقل عن المثقفين اليساريين تحذيرهم وتنبيههم لخطورة متابعة ومشاهدة
هذا النوع المباريات كرة القدم لنفس العلة وهو إلهاء الشعوب عن حقوقهم، لكن بطبيعة الحال بلغة يسارية فيها ذكر الطبقية. ما كيهمشي الحق أجي أحمد عاصد ماشي يساري، أليس هو مثقفا أم ارتد عن هذه الثقافة اليسارية وصار عميلا للجهة الأخرى؟ فهل هؤلاء المثقفون اليساريون هم أيضا من المشايخ عند أحمد عاصد؟ أحمد عاصد مرة أخرى لا يقرأ، وإذا قرأ لا يفهم، وإذا فهم وهذا نادر جدا فإنه يضيع ذلك ويفسده بأن يدلس ويكذب، حال اللئيم الكذاب والغبي المغفل. ألقاكم في حلقة أخرى قريبا إن شاء الله تعالى.